السلام عليكم. الفيديو بتاع النهاردة إحنا مستمرين برضو في فيديوهات التوفير، والحقيقة هو توفير التوفير. الفيديو ده توفير التوفير. يعني إحنا لقينا البصل غلي جدا، لحد ما حصل 50 جنيه. حاليا إحنا اشتريناه ب30، فإحنا هنوفر يعني في الشهر 30 جنيه. 30 جنيه مش قليلة. فقلت اقول لكم الفكرة دي، وكده نفيد بعض يعني. هما الحقيقة في الفيديو فكرتين. الأولانية عن البصل، في الحتت اللي هي الصغيرة دي اللي هي بنرميها كنا، دي بقيت أحطها في أكياس وأحوشهم على بعض. ولما باجي أعمل مثلا شوربة للفراخ، الحاجات دي، اللحمة، أي يعني شوربة، أي حاجة. طبعا البصلة اللي بتتحط، انت بتحطي بصلة أو اتنين، فهي كده كده انتي مش بناكلها، يعني احنا بنحطها علشان الطعم بس، يعني بتديلنا التست بس بتاع البصل وخلاص. على كده بتتهري في قلب الشوربة، مش بيبقى ليها اثر خالص. فالحقيقة هي القطعة دي بتبقى طبعا بصلاية انتي غسلاها ومنشفاها، فبدل ما بنرميها انا بحطها في الكيس، وبعد كده بحط واحدة على واحدة. بصلتين مثلا 3 بتوع المحشي بتحطيهم برضو، اللي هي الحتت دي، وكمان اللي هي الأوراق اللي بتبقى زيادة دي بتبقى تخينة، ساعات مش بتيجي معاكي في السكينة، فبرضو بحطها. كونت كيس كبير وبعمل في الكيس التاني اهو. فلما باجي بقى انا بروح حطها في الفريزر. لما بتيجي تعملي فراخ او لحمة او اي حاجة، بتطلعيها من الفريزر، بتاخدي على قد اللي انتي عايزاه، حتة اتنين، وبتروحي حطها على الشوربة، بتديلك نفس التيست الجميل بتاع البصل. يبقى كده احنا وفرنا البصل، يعني على الأقل يعني كيلو في الشهر ب30 جنيه أو أكتر. انتي بتستفادي بيها، يعني مش قليلة 30 جنيه، واحنا داخلين على رمضان. ممكن تاخديها تجيبي بيها مكرونة تشيليها، ممكن تجيبي بيها خضار تفرزيه، ممكن تحطيهم في حصالة تجيبي بيهم أي خضار إن انتي تفرزيه لرمضان أو لغير رمضان. يعني أنا مش عايزة انتقادات يعني يا جماعة، اللي عجباه الفكرة يعملها، واللي مش عجباه يعني هي احنا بس بنفيد بعض. اللي ربنا يعني ميسرها له ومش محتاج يعني بيرميها، هو حر، لكن احنا بنلم النعمة. فاللي بيلم النعمة بتلمه. فعلشان كده يعني احنا ايه، الغلا برضو له أهمية كبيرة، برضو فادنا في حاجات كتيرة، ان احنا بنحاول نوفر اي جزء، اي قرش، اي جنيه تنفعنا. نيجي للفكرة التانية اللي هي العروق بتاعة الكرنب. احنا كنا بنرميها، وفي ناس كتيرة بترميها، وفي ناس بتخللها. فانا قلت برضو افكر اللي هو التخليل ده برضو هتوفري المخلل. هتخللي هتقطعي عروق الكرنب دي قطع صغيرة. انا حطيتها في مكان كمان كان مخلل بتنجان خلص، قطعتها وحطيت عليها معلقتين بس ملح ومعلقة شطة صغيرة، وتاني يوم ممكن تاكلي منه. ودي فكرة تانية برضو للتوفير. اتمنى ان فيديوهاتنا تعجبكم، واتمنى منكم الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. اتمنى ان انتوا تعملوا لنا تعليقات حلوة زيكم، واشوفكم على خير.
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.